السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والخير. ها نحن أيها الأحبة الكرام نقترب من إكمال العشر الأول من هذا الشهر الكريم، وقد كنا قبله بليلة وليلتين نترقب دخوله علينا، ونحمد الله جل وعلا أن بلغنا إياه، ونسأل الله تعالى كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين يا رب العالمين. ولا شك أن الإنسان كلما مرت عليه أيام من هذا الشهر ينبغي أن يزداد خيرا وإقبالا، وألا يفتر ولا يلتفت إلى تقعيد الشيطان له، فإن الشيطان يحاول أن يغرس الفتور في الإنسان وأن يحول بينه وبين النشاط في الطاعة والعبادة. فقدرة الإنسان في الحقيقة على أن يتخلى عن ربقة الشيطان وتزيينه له، وأن لا يتجاوب معه فيما يتعلق بإقعاده عن الخير، بلا شك أن قدرة الإنسان على ذلك تدل على إيمانه بإذن الله، وكلما زاد إيمان الإنسان قل تسلط الشيطان عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين، وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، وأن يختم الله تعالى لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. إذا عندكم سؤال جاهز يا شباب، أو آخذ الأسئلة من تويتر. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان صائما وأراد أن يذوق الطعام، أنا أعمل طباخ في مطعم. طبعا إذا كان الإنسان احتاج إلى أن يذوق الطعام مثل الطباخ الذي في مطعم والمرأة ونحو ذلك، وأراد أن يذوق مثلا الملح، مقدار الملح أو البهورات أو نحو ذلك، فوضعها على طرف لسانه وذاق ذلك، لا بأس به، بشرط أن لا يدخل شيء إلى جوفه. كما أننا في المضمضة في الوضوء نتمضمض وندخل الماء إلى فمنا ثم نخرجه، هذا لا يؤثر على صيامنا. بينما لو هذا الماء دخل إلى الفم ومنه إلى الجوف فسد الصوم بذلك. فكذلك الذي يضع الطرف على طرف لسانه المرق والشوربة وكذا ليذوق ملحها أو بهوراتها أو نحو ذلك، هذا لا بأس عليه، بشرط ألا يدخل شيء إلى جوفه، أن يكون هذا فقط على اللسان ثم يخرج. وهذا من تيسير الله تعالى في الدين. يقول أنا وعدت وأخلفت الوعد، ما الكفارة؟ ليس هناك كفارة، لكن لا بد أن تحرص على أن يكون يعني منك اعتذار لهذا الذي وعدته. قلت أنا أعطيك كذا ثم أخلفت، اعتذر منه وأرضه. طيب، نعم أختي علا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمنا وإياكم يا رب. شيخ، أنا عندي سؤال. أنا ساكنة بنهضة دبي على حدود الشارقة، فبيننا وبين الشارقة يعني ما في 5 دقائق، فنحن وقت بيأذن نسمع صوت الأذان من الشارقة، فبهالحالة فينا نفطر ولا نستنى لحتى يأذن بالتلفزيون؟ كم يا بنتي ما بين الفرق بين أذان الشارقة وأذان دبي؟ كم دقيقة ممكن؟ هو مكتوب إنه بالرزنامة إنه 5 دقائق. عموما إن انتظرتي حتى تؤذن دبي فهو أفضل لك من باب الاحتياط لصومك. ايه، بس احنا انه نسمع اذان الشارقة، فنحن حدود الشارقة تقريبا. اي نعم، لكن قربك من دبي أنت تعتبرين في يعني في حدود دبي. اي نعم، فاحتياطك بأن تفطري مع أهل دبي أولى، حتى لا تكوني أفطرتِ قبل الوقت دقيقة أو دقيقتين. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. معني أبو عيسى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا أبو عيسى. شيخ محمد، عندي 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول، الزكاة، يعني 1000 هي بتكون عليها كم؟ 1000 فيها 25 ريال، لكن 1000 ترى ما فيها زكاة إذا حال عليها الحول، إلا إذا كانت يعني مقدار أكبر من كذا. بمعنى أن لو واحد عنده 1000 وحال عليه الحول ما فيها زكاة. 2000 ما فيها زكاة، حتى تكون بما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب. نعم. يعني تقريبا جي لها حول 12000 13000. نعم. السؤال الثاني الشيخ، يعني لو أنا بغيت أكفل يتيم طريقتين، يعني ما حد يعلم إلا الله وأنا والشخص هذا، هل يجوز؟
الله ثم أنت والشخص، نعم يجوز ذلك وجزاك الله خير. وأنت بلا شك تكون أعظم أجرا ممن يظهر عمله. كلما كان الإنسان سرا بين العبد وبين ربه كان الأجر أعظم بلا شك. فأنت لما تكفل اليتيم ولا يعلم بك إلا رب العالمين جل وعلا، ثم أنت وأم اليتيم أو كفي أو المشرف عليها وكذا، بلا شك أنه يكون أجرك أعظم إن شاء الله. نعم الله يحفظك يا رب. علا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي إذا بتفيد رقمك الخاص. خلاص ابشري يا بنتي، يعطونك يا الأخوان إن شاء الله من الكنترول. بارك الله فيكم. شكرا. الله يحفظك يا بنتي. نعم تعطيني إياه أو آخذ سؤال؟ طيب يقول لي شيخ مبارك عليكم، متى يكون إعادة البرنامج؟ إعادة البرنامج أظنها على الفجر تقريبا، أنا ما أدري عاد الساعة بالكم، كان المخرج يخبرني، هي على الفجر تكون الإعادة. يقول يا شيخ إذا كان هناك مسلم ويسألني لماذا تصومون، إذا كان غير مسلم يسألني لماذا تصومون كيف أقنعه؟ نعم يعاد 35 دقيقة بتوقيت دبي، وبتوقيت مكة يكون 34 دقيقة. غير المسلم يمكن أن تقنعه أول شيء تكون طاعة لله، لأني أعبد الله وحده لا شريك له، واشرح له ما معنى عبادتك لله، ثم بين له أيضا الفوائد الطبية التي تتعلق بالصوم، وكيف أنه يساعد على خفض الكوليسترول، يساعد على سلامة المعدة، على تنشيط الدم في الجسم. أعطيه بعض الفوائد المتعلقة بالصوم، فيمكن أن تبحث عن ذلك. ركية مكية. نعم يا مكية. مرحبا بك اخوي. مرحبا بكم. انا فرحان تو من نهار اللي بدا رمضان وانا نستنى باش نكلمك. الله يحييك يا مكية، مرحبا بكم. والله تبارك الله عليكم، ومصلي عني بي عليك، ربي يعطيك نور على نور. على رسول الله، امين واياكم. شيخ انا حاجتي بيك قضية خاصة جدا، نحب على نمر التليفون. خلاص ابشري يا مكية، يعطونك ان شاء الله الاخوان. شباب اعطوها جوالي الاماراتي، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. نعم من؟ ابو حميد من روسيا. نعم يا ابو حميد. السلام عليكم، طال عمرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا ابو حميد. طال عمرك، انا انتقل من مكان لمكان، والمسافة حوالي 1000 كيلو، اطلع بالطائرة، لكني ما افطر الحمد لله، اصوم. انا جاي في علاج لزوجة معي. نعم. وان شاء الله ارد البلاد، فهل لي انا نهاية في الموضوع؟ لان على المسافر انه يفطر اكثر من 85 كيلو اعتقد لهالقبيل، لكني انا الحمد لله بالطائرة وبالسيارة ما علي غبار، والجو بارد عندنا، يعني الحمد لله شيء طيب يعني. نعم. اي ما عليك شيء. صوم انا ما ادري الحين افطر ولا اني ما افطر، انا الحمد لله صايم. اي ما دام يا ابو حميد، اول شيء الله يشفي ام عيالك ويعافيها يا رب العالمين، ويجمع لها الاجر والعافيه ويردك سالم غانم. ادعوا لها ان شاء الله. امين. الله يكتب لها الشفاء لها ولجميع اهلنا جميعا. المساله الثانيه، اذا كان السفر يشق عليك الصوم، يتعبك الصوم معه، فافطر. اما اذا ما يتعبك الصوم، تقول والله الجو بارد وانا اذهب في طائره والوقت يعني ليس طويلا، فاستمريت في صيامك، فهو احسن لك وافضل. بارك الله فيك. ام رياض، تفضل يا ام رياض. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يديك العافية. أنا ساكنة في النرويج، سمعت يا شيخ إنه قالوا ممكن نصوم بالسعودية. لا غير صحيح أبدا. يجب عليكم اتمام الصيام إلى المغرب، إلى غروب الشمس يا أم رياض. وبلغي كل من تعرفيه، الله تعالى يقول كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيجب مواصلة الصيام إلى الليل، لا يجوز لكم أن تفطروا قبل ذلك، لا مع السعودية ولا مع مكة ولا مع غيرها أبدا. يجب عليكم أن تتموا الصيام إلى الليل. ومن أفطر وجب عليه أن يقضي بعد رمضان، كما أنكم في وقت الشتاء تفطرون قبل السعودية، كذلك في وقت الصيف من الطبيعي أن تفطروا بعدها. فهكذا يعني مع مر الفصول على رمضان. والأيام اللي فاتت يا شيخ أنا صمت بالسعودية. لا يعني كنت تفطرين ولسه الشمس طالعة.
لا ما يجوز، اقضيها بعد رمضان إن شاء الله. اليوم لا تفطري إلا بغروب الشمس، وبإذن الله تعالى بعد رمضان اقضي هذه الأيام. أنت افطرتيها بخطأ ونوع من التساهل أيضا، فاقضيها بعد رمضان. إذا صمت يا أم رياض غدا مثلا أو اليوم وطال الصيام وصل 20 ساعة وتعبتي تعبا شديدا حتى صرت في حكم المريض، عندها نقول لك يجوز أن تفطري لأنك أصبحت مريضة وتقضين يوما بدله. بارك الله فيكم. أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا. معاكم عمر من الأحواز. يا مرحبا يا مرحبا أم عمر، الله يحييكم. يكثر يا شيخ. مبارك عليكم رمضان، يا رب إن شاء الله يبلغكم في عيده، ويا رب إن شاء الله ينصر المسلمين في فلسطين. آمين. وأخواننا المسلمين في سوريا. آمين. عفوا يا شيخ، بغيت بس رقم جوالك يا شيخ. طيب خلاص، رقم جوالي أم عمر يعطونك إياه إن شاء الله الأخوان بالكنترول. إذا عندك سؤال تعطينا إياه يا شيخ. احنا تعرف في الأحواز يعني الناس تعيش بحالة طائفية، يعني شيعة وأخواننا المسلمين سنة، ونحن والحمد لله الله هدانا في هذا الدين، وبغينا بس يعني تعرف الروافض الموجودين في دولة الأحواز هم من بعد توقيت الصلاة الموجودة في الأحواز يأذنون يعني خلال 10 لو 20 دقيقة بعدها. فإحنا نحب أن نعرف كيف نفطر مع توقيت الصلاة الموجودة في الأحواز حسب التوقيت الموجودة، ولا نفطر مع هذول الأشخاص الموجودين اللي هنا. أفطروا بغروب الشمس، إذا غربت الشمس أفطروا، وإذا كان التقويم اللي عندكم مرسوم ومكتوب على غروب الشمس فأفطروا عليه، لا تنتظروا أن يؤذن غيركم. بارك الله فيك. الله يحفظكم، الله يقبل منا ومنكم. وعندي كم سؤال بس موجودة، أبغى أتصل فيك يا شيخ إذا ممكن، وأكلمك على رقم جوالك. خلاص يا معمر، ما فيش مشكلة. خلاص ما في مشكلة يا معمر. زين، أرجوك يا شيخ أن تدعينا في صلاتك يا شيخ. أبشري بإذن الله. زين إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. زردش. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون. أخي الكريم، أنا عم بشتغل بمطعم شيف. إيه. وعم بعمل منيو جديد لصاحب المحل. صاحب المحل اتفقت أنا واللبناني اللي عم بعمل له المنيو على مبلغ 15,000. حلو. هو قال لي بيعطيك كوميشن لإلك. أنا عم بعمل مصلحة لإلي ولصاحب المحل يعني. فال2500 اللي رح باخذهم منهم حلال ولا حرام يعتبروا ربا؟ هو متفق أساسا مع صاحب المحل الأصلي اللي أنت تعمل عنده. هو صاحب المحل وكلني لإلي. إيه وكلك، لكن هو يصرف لك راتب. هو طبعا راتب لحال، هي الشغله برانيه. فانا قلت لصاحب المحل، قلت له هذا السعر اتفقنا على 17,000 وكرمالي حينزلوا ل 15، وقال لي راح بعطيك 1000 درهم براني. انا علمته لصاحب المحل انه حيعطيني 1000. خلاص اذا كنت خبرت صاحب المحل حلال عليك يا زردش، ما عليك شيء. الحكي بالاول 1000 درهم بس هلا صاروا 2500، فهن حلال ولا حرام؟ بلغه ولا بصراحه ناوي ابعتهم على سوريا، بتعرف الوضع تعبان. خلاص قل لصاحب المحل، قل ترى الرجل عرف ظروفنا في سوريا وظروف اهلي وزودني مبلغ يسير. هي الحكي بيني وبينه. صاحب المحل اول شيء بيعرف المبلغ الاولاني، بس المبلغ الجديد ما بيعرف عنه شيء، فهو يعني حرام ولا حلال. يعني ذاك الرجل اعطاك المبلغ الزائد كهديه لك ليس لانك كوميشن بيسموها بالانجليزي. اي انا معك، اللي هي العموله يعني. العموله يعني انه تعاملت معه يعني. اي اذا كان اعطاك المبلغ لا لاجل العمل اللي قمت به، لكن احبك وكذا وقال خذ هذه هديه لك ولاهلك، فنعم. مثل انا لما مثلا يأتي عامل عندي وينظف البيت مثلا وكذا، وأرحمه وأسأله عن أهله في الهند وأعطيه مثلا 100 درهم 200 درهم هدية لأهله، هذا جائز. لكن لو كانت عمولة تحسب لا بد أن يعلم بها صاحب المحل. يعني خبره أحسن. تخبره أحسن احتياطا. نعم. أما هي إذا أنا أخذته هيك حرام. اي نعم يعني. خبره وقل له يعني ترى الرجل كيف بدي أخذ المبلغ وحوله على سوريا. حتى لو يعني تأخذ تتصدق به قصدك.
ايوه هيك. نعم، لكن برضو لابد